بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتكم، قناة كريبتو فرانكو. طبعا انا جاي اتكلم معاكم النهاردة عن التحديث الجديد اللي في بوت كاتيا. البوت التابع لشركة كاتزن للالعاب، اللي هي طبعا عندها بوت بامبي وبوت كابي برا اللي هو لسه نازل من كام يوم، اللي احنا عملنا الشرح بتاعه النهاردة الصبح برضو. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن بوت كاتيا، وكنا قلنا ايه اللي كان بتقدر تعمله. بس برضو هعمل كده ايه سريعا، هتكلم عن البوت. طبعا انت عندك هنا في اللعبة اللي هي بتاعت كراش تو ايرن. اللعبة دي انت كل المطلوب منك ان انت تطلع 3 اشباه علشان تخلص المربعات. ولما تخلص كل المربعات اللي موجودة بتاخد 1,000,000 عملة من عملات كاتيا، اللي هي الشركة بتاعت كاتزن اعلنت ان ال1,000,000 عملة ب1 دولار. يعني زي ما انتم شايفين كده، انا معايا دلوقتي 25 مليون عملة. 25 مليون عملة دول يعني 25 دولار. ايه تاني؟ في اللعبة اللي هي نزلت جديد اللي هي بتاعت بي تي سي داش، دي هنتكلم عليها في اخر الفيديو. في عندنا طبعا برضو هنا الابديت بتاعنا هنا شال الكاش. بقيت تقدر تعمل ابجريد بالعملات بتاعت كاتيا نفسها. طبعا انا مش بنصح بده قوي، لان انت لو لو يعني مهما عليت الابجريد، برضو عدد العملات اللي بتاخده في الساعة مش هيكون رقم تقدر تستفيد بيه بنسبة كبيرة. طيب ايه كمان عندك؟ طبعا ان انت تقدر تدعو اصدقائك من هنا وبتاخد 10% على العملات اللي هم بيجمعوها. في عندك برضو في خانة الارن هنا هتلاقي عندك بعض التاسكات البسيطة، هتقدر تجمع منها بعض عملات ايه كاتيا. نروح بقى للحاجة المهمة اللي عندنا. بس قبل ما نبدأ نشرح أهم جزء في التحديث الجديد، توقف الفيديو، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناة تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا وتكسر زرار اللايك. ولو لسه مش متابعنا على قناتنا على التليجرام، هسيب لك رابط قناة التليجرام تحت في وصف الفيديو، لازم تبقى معانا هناك. يلا بينا نكمل. ايه بقى البي تي سي داش ده؟ لو دوست عليه كده هتبدأ تشوف الطيارة اللي موجودة قدامك دي. دي باختصار شديد جدا هي عبارة عن تجارة في الفيوتشر لعملة البيتكوين. التيم بتاع المشروع أعلن إن الجزء ده هيبقى عملة منفصلة من عملة كاتيا، هتبقى على شبكة البيتكوين نفسها، وهتبقى يعني عملة مختلفة شوية، وسعرها المفروض هيكون كبير، يعني حاجة كأنها منشقة من البيتكوين نفسه. طيب ازاي تقدر تراهن على او ان انت تشتغل على الفيوتشر؟ زي ما انت شايف تحت هنا في عندك الكلوزنج تايم. الكلوزنج تايم اللي موجود تحت ده عدد الثواني اللي هي بتاعت كل دورة، اللي هو اجباري هيقفل لك التايم مع انتهاء الدورة اللي هي ال3 دقايق دول، هيقفل لك التايمنج. هتلاقي ان انت ايا كان المركز اللي انت كنت داخل عليه هيتقفل، سواء كسبان او خسران. طب تقدر تطلع من المركز اللي انت فيه ده سواء كنت في لونج او شورت واثناء الدقيقتين او ال3 دقايق اللي هو موجود فيهم. اه تقدر طبعا. طيب ازاي بقى نقدر نشتغل عليها؟ زي ما انت شايف كده، مثلا انا شايف حاليا ان الكيرف بتاع الفيوتشر بتاعي بيقول ان سعر البيتكوين 108,784. خلال الدقيقتين اللي جايين هل هو هيطلع او هينزل؟ انا شخصيا شايف ان اغلبية المراهنين بيقول ان هو هيطلع، لان انت برضو زي ما انت شايف فوق هنا كده هتلاقي ايه النسب بتاعة الناس اللي موجودة حاليا. او عندك 388 شخص او 89 شخص هم اغلبيتهم بيقول ان البيتكوين هيطلع. انا حاليا شايف ان هو برضو هيطلع، فانا ممكن اخش دلوقتي على مركز لونج قدامي دقيقة 26 ثانية. زي ما انت شايف انا راهنت بمبلغ كبير حوالي 4 مليون. طبعا ده رقم كبير انا ما خدتش بالي، بس هي بتنزل جامد. زي ما انت شايف، هل هي هترجع تطلع تاني ولا لا؟ هنشوف. آه،
طبعا احنا بعد ما تخلص الدقيقة اللي فاضلة دي هيكون اوريدي المركز بتاعي خلص، سواء انا كسبت او خسرت. هيتقفل المركز وهخسر فلوسي او هكسب عليها نسبة من الاكسات اللي انت شايفها دي. انت بتبقى اخد حوالي 5 اكس من المبلغ بتاعك. يعني انت بتكسب نسبة طبعا من عملة الكات بت دي اللي هم عاملينها، او البيت كات. هنشوف طبعا فاضل 30 ثانية ومش باين ان الطيارة هتطلع تاني. شكلي خسرت ال4 مليون بتوعي. بس يعني ان شاء الله ايه يكون في خير. عامة احنا فهمنا الفكرة ماشية ازاي. تقدر بعد كده انت تتوقع مع نفسك بقى هل هو هيطلع ولا هينزل ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. بس هي خلاص، هي ساتلمنت كول داون، هتقفل خلاص، وانا على مركز خسارة للأسف. ويعني الحمد لله. بس كده يا اصدقائي، دي كل الفكرة بتاعت البوت. وان شاء الله انا يعني برضو مش بفضل قوي موضوع الشغل على الفيوتشر ده، بس ان شاء الله يكون فيه خير. اشوفكم بخير يا اصدقائي، ومع السلامة في فيديو جديد.